في ترند جديد طالع ان هما بيعملوا اكبر ليب جلوس، بيجيبوا كل الليب جلوسز اللي عندهم ويروحوا حاطينها في بوتل واحده عشان يعملوا اكبر ليب جلوس، وساعات بيحطوا طبقات الوان مختلفه وبعدين في الاخر يعملوا لها ميكس عشان يشوفوا اللون اللي هيطلع لهم. عجبتني الفكره قوي، ولكن احنا مش هنعمل الترند ده. انا تقريبا جمعت كل الليبستكس والليب جلوس والليب بالمز اللي عندي، عشان دايما لما بيخلصوا بيبقى في حبه كده تحت ما بنعرفش نوصل لهم، بيبقوا رخمين كده. كنت بطلعهم وبحطهم في اي علبه، بس كانت دايما بيطلع من العلبه وبيبهدل الدنيا. عجبتني بقى الفكره ايه، ان انا هجمعهم هنا. فيلا نشوف. ده اصلا ليب جلوس شفاف وفي حبه كده صغيرين، هحط عليه بقى ايه ليب بالم، وهحط عليه ليبستيك وليب جلوس. يعني بصوا حاجات كتير ملخبطه. انا جايه العب عامه النهارده. هفتحه بقى وعايزه اشيل الستوبر دي. استعنت بمامتي شالتها لي. معظم الشيدز اللي معايا هي درجات البني. جبت السباتشولا دي، هحاول ان انا اطلع بيها، بس بفكر اطلع بالحته اللي تحت عشان هي الارفع. ده كده اول واحد خلصناه، ومعايا واحد تاني نفس الشيد بالظبط، فبرضه هفضيه. تدخيله جوه اللي صعب. مش هما ساعات بيزقوه من تحت، بيزقوه من تحت ازاي؟ انا كسرته اكتر. طب ايه، برضو ما وصلتش للحته اللي تحت اللي ازقها منه. كده الفرشه بقت متبهدله. انا مش عارفه الحوار ده هينجح. الليب بالم ده برضو الشيد بتاعته بني، ده الوحيد المختلف، والشيد بتاعه احمر، بس هو ليب بالم فاعتقد هيكون خفيف. التيشيرت اتبهدل. طب انا المشكله معايا دلوقتي ان هما مش عايزين ينزلوا تحت، واقفين فوق كده، مع ان تحت فيه فاضي، بس مش عارفه ادخلهم. يا بصوا مالين يطلعوا. طب يا جماعه انا اتبهدلت على الاخر وشلت جزء كبير، بس برضو مش راضي يدخل، فانا هحط الستوبر واللي هيطلع بقى هشيله. انا شلت اللي انا كنت حاطاه، انا نضفتها، بس برضو الفرشه فيها كميه كبيره. الشيد تحفه، عجبتني قوي. بس هل هكرر التجربه دي تاني؟ لا. يا اما ترموا الليبستيك بقى والليب بالم والحاجات دي، يا اما تفضوها في كونتينر.